السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. معكم يوسف محمد. مباراة الزمالك والشرطة الكيني في إياب دور 32 من كأس الكونفدرالية. سوف نتعرف معا على موعد وتوقيت المباراة والقنوات الناقلة، ولكن قبل معرفة جميع التفاصيل لا تنسى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعمل إعجاب للفيديو وشاف القناة ليصلك كل ما جديد. أمامكم التفاصيل الآن. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الإياب أمام الشرطة الكيني، ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على مضيفه الشرطة الكيني بهدف دون رد. سجل الهدف عبد الله السعيد في المباراة التي أقيمت عصر السبت الماضي في كينيا في ذهاب دور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية. فيدخل النادي الزمالك هذه المباراة أمام جمهور على أرضية استاد القاهرة الدولي لإسعاد جمهوره والصعود إلى الأدوار الإقصائية وخاصة دور المجموعات. تشكيل نادي الزمالك الأقرب في هذه المباراة: في حراسة المرمى محمد صبحي، في خط الدفاع محمد شحاتة وحمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد وعمر جابر، في خط الوسط نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر، في خط الهجوم أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزير. وتعتبر هذه المباراة البروفة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي. تذاع المباراة حصريا عبر قناة أبو ظبي الرياضية يوم الجمعة المقبلة الموافق 20 سبتمبر 2024 20/9/2024. وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 7 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، 8 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق وسوريا واليمن والأردن. لا تنسى تشجيعنا بلايك واشتراك.